السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفيديو ده ظهر لك دلوقتي فاعرف انه مش صدفة، دي رسالة ربانية مخصوصة علشان قلبك اللي تعبان ومش لاقي الطريق. يمكن تكون مكسور او مخنوق او بتمر بأزمة محدش يعرفها غيرك، بس صدقني ربنا عارف وسامع وحاسس بيك، وانا هنا عشان اقولك ان ليلك مش هيفضل طويل، وان الازمة دي مش هتفضل للابد. ساعات بتحس ان كل الابواب اتقفلت وانك وحيد وسط الضلمة، لكن الحقيقة الازمة دي بداية جديدة مش نهاية. ربنا بيقول فإن مع العسر يسر. الآية دي مش مجرد عزاء، ده وعد مؤكد. بعد كل عسر في يسر، بعد كل ضلمة في نور. الشدة اللي انت فيها دلوقتي هتكون سبب لقوة عمرك ما كنت هتوصل لها لو كان الطريق سهل. ويمكن بتقول ليه يا ربنا، ليه الألم ده؟ بس افتكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي بيكسرنا هو اللي بيعلمنا. الألم بيكشف لك حقيقتك وبيخليك أقرب لربك. الأزمات مش بتكسرك، الأزمات بتبنيك من جديد. وكل دمعة نزلت منك ربنا حافظها وهيبدلها لك فرحة قدام. ممكن كمان تكون بتدعي وبتحس إن مفيش استجابة، لكن هو سمعك وهو أقرب ليك من نفسك. ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تخيل كل كلمة بتقولها وكل تنهيدة بتتنفسها وكل دمعة بتنزل ربنا شايفها. مفيش لحظة ضعفت فيها إلا وهو معاك. الأزمة دي علشان تعرف قد إيه ربنا قريب منك وجنبك. صدقني بعد الضلمة في شروق، بعد كل وجع في ضحكة، وبعد كل تعب في راحة. ربنا وعد سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني الأزمة مش أبدية، الأزمة ليها عمر وليها نهاية. وكل ما الأزمة بتزيد اعرف إن الفرج قرب. ما تستعجلش، خليك صبور، كل حاجة بتيجي في توقيتها الصح. الرسالة اللي جايلك النهاردة بسيطة جدا. وهي ما تخليش الأزمة تطفي نورك، خليها تقويك وتقربك من ربنا. وقول لنفسك أنا مؤمن إن الخير جاي حتى لو مش شايفه دلوقتي. ولو الفيديو ده لمسك اكتب في التعليقات أنا مستني فرج ربي، علشان تبقى شهادة منك إنك وثقت في ربنا